السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة وسقاسة مقاس كما يقولوا. ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله يلقاكم العام هذا منورين وصحاح، وبإذن الله يدخل علينا العام جديد بكل تفاؤل وبكل خيرات يا رب. اللهم ارزقنا غيثا نافعا ان شاء الله يا رب. يكون العام هذا عام خير علينا وعلى بلادنا، ونتمنى يا ربي ندعي كامل باه يفرج ربي وتصب شوية النوع على بلادنا. والله غير الجو راهو يعني هو جو ربيعي، مي مش في وقته. وان شاء الله يا ربي نتعاونوا كامل وندعي بالك ربي يستجيب لنا وتعم كما قلت لكم الخيرات في هذا البلاد، وربي يحفظ بلادنا ويحفظ أهلنا ويحفظ الجميع يا رب. شوفوا البنات، بالمناسبة هذه تاع يناير أنا فضلت نعاود ندير لكم الرفيس، اللي هي أكلة تقليدية يديروها الجزائريين كامل في المناسبات، يعني ماهيش مختصة في ولا ماهيش كما نقولوا حنا ماهيش خاصة بمنطقة معينة، لا لا، الجزائريين كامل يعرفوها ويديروها في المناسبات السعيدة. ربي يدوم فرحنا وفرحكم يا رب. كما قلت لكم وكل واحد وطريقته. أنا اليوم دخلت عليها إضافة جديدة وزدت لها بنة رائعة، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم. واش نجيبو شوية سميد. انا السميد تاع 25 كيلو درته عادي، نحيت له غير الراس هذاك، ولا المهم فوتو في الغربال وخلاص. ما نحيت له لا رقيق لا الخشين، نحيت له غير يعني فوتو في الغربال كاش ما نلقى فيه هكا وخلاص. قليته مليح كيما شتوني في المقلاة على نار متوسطة، وبعد ما تبدل اللون تاعو جبته ونجيب بالغرس كيما راكم تلاحظوا. انا هنا فاتني الفيديو شويه، بصح راح نقولكم كي تقليو الدقيق تاعكم حاولوا تنحيو كميه هكا برك تاع الدقيق، باش من بعد اذا كان جاك الغرس بزاف تقدري تزيدي وما يغلبكش الدقيق في الغرس وثاني العكس قادر يجيك الدقيق اكثر من الغرس، يعني تكوني درتي الاحتياطات تاعك كيما قلت لك. ان شاء الله تكونوا فهمتوني حبيباتي. كيما قلت لكم نجيبوا الدقيق تاعنا نقليوه مليح وهو هكاك سخون، نديروا عليه الغرس. انا الغرس تاعي طري شويه، ما درتو لا يفور ولا حتى حاجه، درته مباشره بهو بالنواه تاعو. وما تخافوش خلاص، اذا كان راه عليكم الحال تقدري ديري الغرس تاعك وهو هكاك بلا ما تنقيه. ودرك نعتلكم حبيباتي كيفاه نقيوه. ندخلوا الغرس هذاك مليح مليح كيما راكم تشوفوا حبيباتي مع الدقيق. لازم نستعملوا مليح الكف تاع اليد، يعني نحاولوا ندخلوا الغرس هذاك على الاولى ويجيك صعيب شويه، ومن بعد اذا كان النوعيه تاع الغرس تاعك مليحه ما راحش تطولي بزاف ويندمج الدقيق مع الغرس كيما راكم تلاحظوا حبيباتي. ونجيبوا هنا 250 غرام تاع المارغرين، نذوبوها كيما راكم تشوفوا في نفس المقلاة اللي كنت قليت فيها الدقيق. بهذه الطريقة أنا نحيت حوالي 200 غرام برك تاع المارغرين، ومن بعد ونشوف ترى إذا كانت تكفيني ولا لا. ونزيدو نمحرو هكا مليح وندخلو المكونات هذو مليح. مادام المارغرين تاعنا راهي تذوب نحاولو نصفيو دركا النواه هذاك تاع التمر. شوفوا شتو هنايا النواه راهو ملصوق فيه الدقيق هذاك، بصح كي نديرو المارغرين راح ينفصل النواع العجين بكل سهولة. درك تشوفوا معايا ونحاولوا نصفيوه. شوفوا هنا راني زدت المارغرين هذيك، ونعاود نمحر هكا ندخل المكونات هذو مع بعضهم. واذا كان راكم تلاحظوا شوفوا النواه راهو يطير وحده من العجين. شوفي هكا بهذه الطريقة. وكل ما نلقى النواه هذا نحيه، ولا كيما ندير انا كي ندخل المارغرين هذيك في العجين نجبد بشويه بشويه الدقيق هكا على القرن ونصفيه حتى نكمل الرفيس تاعي كامل. وانت اذا كان عندك حبيبتي الوقت صفي الغرس تاعك وحده ومن بعد خدمي عادي، ما كان حتى مشكل.
انا لاحظت هنا الرفيس تاعي مازال خاصو شويه مارغرين. كنت ضفتها هكا مادام الغرس تاعي ولا الرفيس تاعي مازال دافي شويه. قلت نزيد المارغرين هكا، ما كان حتى مشكل. درك نعاود ندخلها مليح في الدقيق تاعي. يعني هنا استخدمت 250 غرام تاع المارغرين بهذه الطريقه. بعد ما دخلت المارغرين مليح مليح في الرفيس تاعي، نجيبو كميه من الحليب ما تفوتش نص فنجان، حوالي ديري بالمغرف برك ودخليها هكا مليح. راح تحسي بالمكونات هذوك تاعك ندمجوا مليح مع بعضهم، وتحسي بالرفيس تاعك طري. هذه هي لاستيس ولا السر تاع الحليب، ولا المهمه تاع الحليب في الرفيس تاعنا. كاين اللي ما يديرش فيه خلاص الحليب، بصح انا جربته بلا الحليب وجربته بالحليب، جاني تاع الحليب افضل وافضل. مي ملاحظه في الصيف نتاع الحليب ما يطولش بزاف، زعما تخليهش اكثر من 3 ايام 4 ايام وهو البرا. لا لا، يعني تقدري تحتفظي به في الثلاجه، ما كان حتى مشكل. مي في الشتاء تقدري حتى سمانه تحطيه خارج الثلاجه، يقعد لك طري تماما. وبعد ما كملت الرفيس تاعي شوفي، درته هكا. جبت كمية منه، حليتها هكا بالحلال بواسطة الساشي، هذا راح يعاونك بزاف. ونجيب كمية من حلوة الترك نطرحها هكا كما راكم تشوفوا حبيباتي. ندير هكا طبقة رقيقة برك، وانتي اذا كان تحبي الحلاوة ديريه، ديري طبقة خشينة شوفي. ونزيدو نفس الكمية تاع الغرس حتى هي نحلوها بالساشي، ونحطو الطبقات هذو نتاعنا مع بعضاهم، ونعاودو نضغطو شوية هكا بالحلال باش يلصقوا الطبقات في بعضاهم. ونجيبو ليمون اللي نحبو نخدمو بهم كيما راكم تشوفوا حبيباتي، ما كان حتى مشكل. ان شاء الله الفيديو يكون واضح، وتجربوا حبيباتي في يناير هذا لما لا. وان شاء الله يعجبكم وتعجبكم الوصفه تاعنا تاع اليوم. على بالي باللي رفيس تقليدي الناس كامل تعرفوا. انا جبت لكم هكا طريقه هذه جديده، ممكن كاين لي اول مره يشوفها، وممكن كاين لي جربها من قبل، وكل واحد وكيفاه. انا كما قلت لكم قلت نزيد المكون هذا وعجبني بزاف بزاف. شوفي، ونجيب ندير الاشكال اللي نحبهم كما راكم تلاحظوا حبيباتي بهذا الشكل. وكلموني حبيباتي، احكيولي كيفاه نتوما تفوتوا العيد نتاعكم. احنا لازم نديروا وصفه تقليديه هكا للقهوه تاع العشيه ولا للسهرات تاع الليل والعشاء، كل واحد كيفاه يحب. ساعه نديرو شخشوخه، ساعه بربوشه، ساعه المهم حاجه تاع العجين ولا حاجه تراديسيونال. كما قلت لكم حاجة تقليدية ولا طبق تقليدي كما البربوشة ولا الشخشوخة، تتلم عليه العائلة الكريمة بالصحة والهنا. وهذا مكان. وإن شاء الله يا ربي كل واحد يحتفظ بالعادات نتاع بلاده، باش ما تندثرش العادات نتاعنا، وباه الجيل تاعنا هذا الصغير الجديد يشفى على التقاليد تاعو وما ينساهاش. كما راكم تلاحظوا في هذا الوقت كاين حتى اللي ينسى أصله وينسى أي حاجة، والله المستعان. شوفوا احنا الدور تاعنا اننا لازم نحييو التراث تاعنا، ونعلموا ولادنا كيفاش يحافظوا على التقاليد وعلى الدين، خاصة الدين في الوقت الحالي راهو في خطر والله. غير يعني احنا اللي رانا في خطر، ماهوش الدين تاعنا. مي الدور تاعنا احنا الاولياء لازم نربي ولادنا على الدين الاسلامي، ماشي نتفكروه غير في رمضان وخلاص. وحنا هذا هو الدور تاعنا الاساسي. نقول ربي يهدينا وربي يثبتنا على الدين يا رب العالمين. هذا هو الصح. جربوا حبيباتي رفيس تاعنا تاع اليوم، واكيد رايح يعجبكم. ونتهلاو في رواحكم اسقواس امقاس.